ماتش حلو وسريع، وانا بصراحه استمتعت وانا بتفرج عليه. ليفربول والارسنال دايما في الميعاد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا رجاله؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. معلش دخلنا سخن كده في الماتش، لان هو الماتش كان يعني هو ماتش كوره. بعدين انا كنت بتفرج قبلها بيوم على الكلاسيكو، فكان ريال مدريد بصراحه قاضي عليا خالص. فقلت يعني يمكن ليفربول يفك معانا شويه، وقبليها مانشستر يونايتد قتلني. بس احلى ما في الموضوع ان بعد خساره ويست هام دي تنهج غرف في داهيه. ويعني انا حبيت ويست هام اكتر بصراحه عشان غلبت مانشستر وتنهج توكل على الله. دي احلى حاجه حصلت في اليوم. نرجع تاني لماتشنا ليفربول والارسنال، ما فيهوش كلام كتير غير ان هو ماتش حلو. الفرقتين عايزين يكسبوا، لكن احقاقا للحق وللامانه ارسنال كان يستحق يكسب الماتش ده اكتر. يعني كفته ترجح شويه عن ليفربول، لان الارسنال كان افضل، الارسنال كان اسرع، الارسنال كان بيضغط. يعني كانوا مركزين اكتر من ليفربول. الضربات الثابته 10 على 10. الارسنال مستمر في ابهارنا بالركنيات والفاولات. ديكلان رايس نجم الماتش، لعيب ما فيهوش غلطه بصراحه. يعني انا شايف ان هو بعد اصابه رودري احسن واحد في المكان ده في الدوري الانجليزي كله. اما بالنسبه لليفربول كان في مشكله كبيره ان روبرتسون ما كانش مركز. روبرتسون اللي احنا مش متعودين منه على كده ما كانش في حالته خالص، كان وحش. وهو طلع في التبديلات الثلاثه اللي عملها ارني سلوت في الدقيقه حاجه و60. كان لازم يطلع لان هو ما كانش يومه بعد الكوبري بتاع ساكا والجون اللي حطه ساكا وهو بره. بس بصراحه عوده حميده لساكا، هو ده اللعيب اللي فعلا لما تقول لعيب غايب ورجع وجوده مؤثر. ساكا رجع بيقول خلاص الهجوم الارسنال انا موجود. ماتش مختلف تماما عن الماتش اللي فات. الارسنال بيلعب كورته الحلوه، الارسنال بيلعب كره طويله، الارسنال بيلعب باصات قصيره، الارسنال سريع. مارتينيلي وساكا على الجنبين مشكلتين كبار قوي لاي دفاع ممكن يقابلوه. طبعا تروسارد مميز، ديكلان رايس ما فيهوش كلام. دفاع ارسنال راسي وعاقل كده مع سليبه. المفروض الدفاع يتاثر، لا، كان ما شاء الله 10 على 10. ليفربول طبعا هجوم ليفربول من غير محمد صلاح مش موجود. لويس دياز 10 على 10، مهاري وسريع بس مش قادر يشيل الفريق. يعني غير الجنب الثاني، غير الجنب بتاع صلاح، غير لعيبه نص الملعب لما بتدور في الاول بتدور على محمد صلاح عشان تديله الكره تسند عليه وبعدين يطلعوا الهجمه تاني. لكن لويس دياز برضه كان حرام يطلع في التغييرات وينزل كودي جاكبو. كان لازم يطلع نونيز ويسيب دياز ويسيب كودي جاكبو في النص. اولا لان جاكبو في المكان ده كان هيبقى اخطر، ثانيا لان دياز كان افضل من نونيز في الماتش. بس يعني هو نونيز عمل له حسنه وعمل اسيست لصلاح وحط جون. نونيز انا بحبه عشان حاجه واحده بس، لعيب عنده دم. مش ما عندوش البرود، بيلعب وبيجري وبيضغط. هو فقري وبيضيع كور غريبه، يعني ما تعرفش بيضيعها ازاي. بس والله مهاجم يجي منه يعني ان شاء الله ربنا يكرمه. انا دايما معترض على وجود كورتي جونز في نص الملعب. يعني هو كان بدأ بسوبوزلاي افضل، ماكاليستر ما كانش في حالته بس كان سابه وطلع جونز افضل. وانا برضو عند كلامي ان هو لازم يلعب بلعيب ديفندر، ما يجيبش ارنولد من اليمين يزود بيه نص الملعب. عندك اندو قاعد بره، اندو لعيب كويس وراسي ودستروير كويس، فانت ما تقلقش منه. هيلعب ويدي راحه لسوبوسلاي وماكاليستر او سوبوسلاي وجرافنبرج ان هم يتحركوا ويلعبوا براحتهم، يقدروا يطلعوا الباص كويس، يقدروا يكملوا لمنطقه الجزاء كويس لان وراهم حد مأمن. لكن الثلاثه ماكاليستر جرافنبرج سوبوسلاي ما عندهمش الملكه دي، فالثلاثه بيبقوا عاملين حساب ان هم لو طلعوا وراهم فاضي. ومش ارنولد اللي بيغطي، ارنولد بس لو غطى مكانه احنا هنبوس ايدينا وش وظهر. كوناتي وفان دايك، فان دايك ما كانش حلو. فان دايك السنه دي والسنه اللي فاتت واخد اكبر من حقه شويه. فان دايك لا، احنا عايزين فان دايك بتاع قبل كده، عايزين نتفرج عليه. ما كانش حلو ما كانش وحش، بس مش ده فان دايك. هو قال لهم كان روبرتسون. بس ده بالنسبه للعيبه بتاعت ليفربول في الماتش. واللعيبه بتاعت الارسنال برضو زي ما هي، زي ما انا بقول الفرقتين غلسوا على بعض. الفرقتين كل واحد فيهم خد نقطه. لو كان واحده بس خدت 3 نقط كانت هتبقى افضل. بس يلا، الاثنين يستاهلوا النقطه. مستني اللايك والسبسكرايب الحلوين
والسلام عليكم.